ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ طبعا النهارده مع بعض في فيديو جديد. النهارده رايحين مع بعض حضرموت شيخ المندي. طبعا عمل قلمان في المهندسين، فقلنا بقى نروح وكده ونجرب. اول حاجه اسعاره ان هي حلوه، وتاني حاجه عنده صواني فيها من كل حاجه. فانتوا بقى مش هتحتاجوا، مفيش ولا خدمه ولا ضريبه ولا الكلام ده. اول حاجه نزلت لنا شوربه لسان عصفور، وبعد كده نزلت لنا انواع سلطات. احنا طالبين صينيه كانت عامله 800 جنيه. تقريبا كان معاها 10 انواع سلطات. هو الصينيه بيبقى مكتوب فيها كل التفاصيل. طبعا ادخلوا على البيج بتاعتهم وشوفوا بقى كل حاجه هنا. دي سلطات كده. وبعدين برضو كملوا ونزلوا الحاجات دي، بابا غنوج بقى والبتنجان ده اللي بالهريسه والزبادي بالخيار هم 10 انواع. تمام، فطبعا كتير جدا عشان هي اصلا الصينيه كبيره جدا. دلوقتي تشوفوها. فهو احسن ميزه عنده ان هو في عنده صواني كتير للفردين والاكتر والعشرة والتمانية والستة، اللي انتوا عايزينه هتلاقوه في المنيو. وكمان ما عندوش ولا خدمة ولا ضريبة، فانتوا طبعا ايه هتوفروا كل الكلام ده. دي عبارة عن الصينية. فيها شيش طاووق تقريبا نص شيش، وفيها كيلو كفتة، وفيها نص ورق عنب، وطبعا رز بالخلطة كتير جدا جدا، كان الرز فظيع. وفيها سجق بلدي، وفيها ممبار، يعني فيها كل حاجة. وفيها كبدة. يعني هي كبدة وسجق وكفتة وورق عنب وممبار وشيش. طبعا كانت تحفة وكبيرة جدا، تكفي أصلا عدد أفراد كتير جدا، وتقريبا 2 كيلو رز والله ما فاكرة. وطبعا مع كل السلطات دي ففظيعة. يعني هو الصراحة الأكل عجبني، كان أول مرة. والصراحة برضو مش هتبقى آخر مرة، هكررها تاني عشان أي مكان تاني بنروحه بتضطري تدفعي خدمة وضريبة، والسلطات كل سلطة عليها فلوس بقى وكده، هتلاقي الموضوع بيلم جامد. فطبعا يعني الحاجات دي يعني مش بتبقى على طول، يعني الحاجات دي كل فترات لو عازمين حد أو كده. فتجربة حلوة وتتكرر. مكانه في المهندسين عند البطل أحمد عبد العزيز. وطبعا ادخلوا على أي حاجة اكتبوا حضرموت شيخ المندي هتلاقوا كل التفاصيل. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم عايزة منكم اشتراك في القناة. باي باي.